أهلا بيكم في قناة اكتشف مصر. هتكلم النهاردة عن نفرتيتي اللغز المحير. نفرتيتي هي واحدة من أجمل النساء الذين حكموا مصر قديما. حدثت أثناء حياتها ثورة دينية ضخمة، وبعد موتها انتشر لغز كبير. لم نجد حتى الآن قبرا لنفرتيتي، لقد اختفت الملكة بعد موتها ولم نجد لها قبرا، ولم نجد لها كذلك موميا حتى الآن. دلوقتي عايزين نعرف معنى اسم نفرتيتي. اسم الملكة نفرتيتي معناه الحلوة جاية أو الجميلة آتية. عاشت الملكة نفرتيتي في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وكانت من أجمل النساء ومن أكثرهم نفوذا في عصرها. كانت الملكة نفرتيتي الزوجة الرئيسية للملك إخناتون، وغيرت مع جوزها إخناتون العديد من الأمور في الحقبة الفرعونية. قامت نفرتيتي مع جوزها بعمل ثورة دينية كبيرة، فقد غيرت هي وزوجها مفهوم الديانة والعبادة في مصر القديمة. أدخلا سويا مفهوم التوحيد في الديانة المصرية القديمة. فبعد ما كان المصريين يعبدون آلهة متعددة تتمثل في تماثيل كائنات لها رؤوس حيوانية أو رؤوس حيوانات، تم في عهد الملكة نفرتيتي وزوجها إخناتون عبادة إله واحد، وهذا الإله الواحد يعرف باسم آتون، وهو إله الشمس أو قرص الشمس اللي بتخرج منه أشعة الضوء. ويعتبر إخناتون وزوجته نفرتيتي في هذه الديانة الجديدة الوسيط بين الشعب والإله آتون، بمعنى أنه من خلالهم يمنح الإله آتون الحياة للعالم. في عهد الملكة نفرتيتي تمت المساواة بين الرجل والمرأة، وتظهر الملكة نفرتيتي في الصور والمنحوتات المصرية القديمة لابسة تاج مصري يشبه تاج زوجها. وتضرب الملكة في الصور والمنحوتات تضرب الأعداء في المعارك مثلها مثل الملوك الذكور. نقل إخناتون وزوجته نفرتيتي عاصمة مصر من طيبة إلى إخت آتون، وإخت آتون اسم المدينة المعروفة حاليا باسم تل العمارنة. بنى إخناتون مدينة جديدة في المنيا بدلا من طيبة اللي هي الأقصر حاليا. هذه المدينة عرفت باسم إخت آتون، يعني أفق الشمس آتون، على اسم الإله اللي كانوا بيتعبدوا ليه، إله واحد. كانت فترة حكم الملكة نفرتيتي قصيرة، وكانت هذه الفترة من حكمها بها الكثير من الغموض، فقد اختفى أثر الملكة نفرتيتي من التاريخ بعد فترة قصيرة من موت ابنتها التي كانت تسمى مكت آتون. هذه الابنة أنجبتها أو ولدتها نفرتيتي من زوجها إخناتون. واختفى كذلك اسم الملكة وصورها من الرسوم والنقوش
التي كانت على الحوائط. والغموض المرتبط بالملكة نفرتيتي يكمن في أننا لم نجد قبرها حتى الآن، يعني لحد دلوقتي ما لقيناش مقبرة للملكة نفرتيتي، وكمان لم نجد لها مومياء. نفرتيتي هي زوجة أبو الملك توت عنخ آمون المعروف باسم إخناتون. أشهر تمثال للملكة نفرتيتي موجود في ألمانيا، في متحف برلين بألمانيا. تعود قصة هذا التمثال للعام 1912. عثر عالم الآثار الألماني الجنسية على تمثال نصفي للملكة نفرتيتي، وحدث ذلك عندما كان يقوم هذا العالم بعمليات تنقيب في منطقة تل العمارنة. وجد هذا العالم التمثال الخاص بالملكة نفرتيتي في تل العمارنة أو إخت آتون، كانت بتسمى المدينة قديما بإخت آتون. والتمثال الخاص بالملكة نفرتيتي تمثال جذاب جدا، يعتبر تمثال قطعة كاملة الأوصاف. هذه القطعة تعبر عن الفن المصري اليدوي القديم، وتكمن جاذبية التمثال في أنه يبدو حقيقيا إلى حد كبير. والتمثال يبدو أنه مفعم بالحياة. يعتبر موت الملكة نفرتيتي لغزا كبيرا، فلم نجد قبرها حتى الآن، ولم نعثر أيضا على الموميا الخاصة بها. هذا يجعلنا نفكر كثيرا عما حدث لها لكي تختفي من المشهد فجأة. تعتبر نفرتيتي إذن سرا من الأسرار، حيث لا نعرف أيضا اسم أبويها، ما نعرفش اسم أبوها ولا اسم أمها، ولا نعرف أيضا من أين أتت. هل هي مصرية؟ هل هي أجنبية؟ كل هذه الأسئلة عن الملكة الجميلة نفرتيتي تحتاج إلى إجابة، وهذا دليل على أننا لم نكتشف كل الأسرار عن الفراعنة بعد، فما زال أمامنا الكثير والكثير لنعرف كل شيء عن الفراعنة. ده اللي كنت عايز أحكيه النهاردة، وأتمنى أنه ينول إعجابكم. وأنا محتاج تعملوا لايك، وكمان تشتركوا في القناة للي لسه ما اشتركش، وتشيروا الفيديو ده لو ممكن عشان الكل يستفيد. فعلوا الجرس عشان دايما يأتيكم كل جديد. شكرا ليكم، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى قادمة. كان معاكم محمد مصطفى. سلام عليكم.